تدرون قامت تمطر الدنيا. اكو بس دا اسمعكم صوت المطر. طبعا اكو هواية بنات يكتبوا لي متقاوى هذول جوارينكم اللي قبالكم وش وقت يطبقون. ايش وقت يسوون المقدم مالت البيت. والله يا بنات ما ادري الصراحة، بس انا ما عندي مكان. هي هالزاوية هذه شوفوها، هي وبيتهم على البيت. ولو مو بيتنا ايجار، بس شوفوا بس هاي زاوية اقدر ارسلكم بها السمي، اشوفكم الغيوم، اسمعكم اصوات الامطار، يعني تحملوني. ايش بيكم انتو؟ ايش بيكم يعني شلون؟ بشوفوا لي صوت المطر يا ربي، الحمد لله والشكر. ايش قد ما احب الشتاء، ما احب الشتاء. انا ما احب الشتاء بسبب شنو؟ بسبب الفراش، بسبب الفراش مالت القاع. يعني يحرمني من التنظيفات، من الغسلات، هاي السوالف الحلوة، تلمع لمع. يما اسم الله، يما اسم الله، يما والله كراهي صوت البزازين، كراهي صوت ماما، قلبي يقوم يوجعني. لأن عندي مواقف هاي البزازين كراهي. المهم بشوف هذيك النجماية، أنا أسمعك بس تشوفوها تطلع من المهضوة. قبل كنت تدرون شو أقول بيني وبين نفسي؟ أنا هواي سالفة مو كنت أقول بيني وبين نفسي إنه إذا شفتي النجمة بهاي الطريقة ويطلع مني مهضوة دا ياخذنا صور. استغفر الله، والله العظيم كان صدق ما عندنا عقل. القرآن على نياتنا نحكي، يعني أريد من رب العالمين يسامحنا على كل كلمة حكيت. أقول ما أقدر يعني أضحك بصوت عالي. جيت أقول القرآن، أقول إن هاي النجمة دا تاخذنا صور، يعني أشوف أطلع ضوء تروح، أطلع ضوء تروح. المهم هسه قبل لا تسخن تعال أطبق بالهاي الحبشكلات الخوليات، لأن أنا دائما أنشر خولياتي هناني حتى أخاف كل شي يصير، تصير زخة قوية، لأن راح تنبليلات وهنا نظيفات. وهسه اقدر اقولكم هلا بنات، صباح الخير، صباح العافية، صباح الجمال، صباح النظافة، صباح الطاقة، صباح النشاط، الحيوية، الصحة، العافية، الحب، الكل، المساري. المصاري همي، صباح المصاري. هواي منكم كنتوا متقوا ليش ما تقولين صباح الفلوس؟ لا شوية نثقفها نسميها صباح المصاري. فاليوم البارحة، تصوير البارحة شفت الدنيا تمطر، قلت ليش ما اصور لهم اقوم، حبيت انه اضيفه. قعدت من النوم اكيد يعني. غسلت وجهي، ها شيء اكيد، هم ثاني شيء يعني شنو جديد بالموضوع ما حد يعرف، بس المهم حبيت اليوم أشارك هذا اليوم وياكم، إن شاء الله ربي يعجبكم، تستمتعون وتتونسون وتستفادون هم كذلك، لأن ما أحب إنه تطلعون من الفيديو بدون ما مستفادين شيء، حتى لو إنه انضحكتشن مغيرتلشن المود مالت اليوم، مالت الأعصاب. ولو اليوم جمعتكم مباركة يا حلوين، شلونكم؟ المهم اليوم حبيت إنه ما أتريق. ليش؟ أنا قلت ليش ما أشتي هاي أكيد يعني. فقلت أكل بسكت وحليب. الحليب أنا ما أحب أسوي حار، فعاد أشربه بارد. اشتغلت شوية على الحاسبة، من بعدها قلت يلا خل أقوم بعد على بيتي، أقوم نكمل روتيننا ونخلصه وهاي السوالف، كلها الحبشكلات. تعرفون انتو بعد يوم الجمعة يراد له شغل شاق، يعني عمل شاق حلو لطيف. المهم حبيت انه اغير الفرشة همينه. هذيك الفرشة وايد كتبوا متقاول ليش هاي الفترة ما تغيرين الفرشات مالاتك بنات. اذا اقولكم بعد خلاص توقفت انه اشتري فراش، الا اذا انطي هذا فراشي. ليش؟ انا اقولكم ما عندي مكان اضم بيه بعد، لا كنتور باقي، لا جو الشرباية باقي، يعني بعد خلاص انتهى وطفح الكيل اصلا، ما عندي مكان اضم بعد بيه فرشة. تمام؟ الا اذا انطي عادي. فانا حاليا هذن قاعد ادور بين لحد ما الله يسهل امري. ان شاء الله ادعوا لي بنات الله يسهل امري. دا افكر بشغله وان شاء الله يعني يا رب العالمين يسهل امري. اريدكم تدعوا لي، يلا تدعوا لي انه يسهل امري، هيك اريدكم تدعوا لي. اوكي الامر هو ببالي، فانتوا عليكم بس تقولون يا رب سهل امر نور، حتى شنو ترتاح. هيك اريدكم حبايب قلبي، هيك اريدكم مثل ما ندعي لكم كل صباح وكل مسيه، هيك اريدكم وياي. تمام. حبيت انه همين شوية اكنس الغرفة. اريد شوية مسحب معطر اسوي اشي بيها روائح طيبة. هذني الفرشات الثنين غثني ولعبن نفسي. وصراحة كم وحدة هنا مو الكل قلتولي
بالتعليقات حلوات اثنيناتهن، واكو كم وحدة قال لي لا انت قوي مو حلوات وما تحسين ان نزاكة وهاي حلو. الصراحة والله العظيم صافنا علي، قلت هسه هي الغرفة هالكبرها كأنها فصمة مال تمر، تمام، وفرشة منا فرشة منك، واحنا غرفتنا حارة اصلا مشغلة البنكة والله العظيم. ننام على البنكة تدرون غرفتنا اني كلش حارة، قلت استنى علي من هاي الهوسة مدري شنو. المهم هسه مسحتها بمعطر، والثانية راح اضمها هي نظيفة، وراح افرش بس وحدة هناني. هيك تحسون في نظافة صار. والله ضجني الفراش بنات، انا هيك عندي عداوة للفراش، والله لا رزقني ببيت ما افرش فراش كامل ابد، ما ارد احلف بس ابد، ان شاء الله ابقى على هاي ثبات يمتي. فمن بعد اكيد معطر وشوية عطر العود، هذا العطر العود هذا اللي يبقى يوم كامل بنات يتجنن، دا استخدمه للبيت، احنا ما نخلي نفسنا لان عطره كلش 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 قوي يخنق من الاخير، تمام. وهاي الغرفة صارت مدري قامت تنور ما عليكم شوية النعاس مأثر علينا، انام ب4 الصبح اقعد ب11 الصبح هيجي، والله انام ب4 الصبح الفجر واقعد ب11، مرات ب5 ورا الصلاة واقعد هم ب11، ما ادري بجي على بالي انه بما انه انا قمت اقعد ب11 اريد اقربها شوية، يعني مثلا نقول باكر او عقبه اقعد ب10 شوي شوية لحد ما اسويه ب9. احب اقعد هيك وقت ب9، ما احب انه لكم ب8 ب7 ب6، لا ما كذب عليكم ب7. ويا بنات وما قد كان غرقت والقرآن هنا، بس هنا ما تشوفون انتو دا ينزل مي مو طبيعي على الترك، والقرآن الترك صار لعبان نفس حشاكم، يعني والله العظيم مصيبة هذا المي، ما ادري مسقفينه ومخلينا فوم ومسوين هاي السوالف كلها، وينزل عليها مي لان الظاهر مطر قوي بعد لحد ما طلعه. هسه شوي نطلع شويه برا نشوف. اليوم داري انظف هاي الخانه، تدا ملاحظين المطبخ مالتي صار يعني يوميا دا اسوي بيه خانه، يعني مو كله بيوم واحد، لا يوميا دا اسوي بيه خانه، دا انظف بيه خانه ارتب بيه خانه، هيك احسن واريح لي اني لين ما حتى ما اتعب. فهمتوا علي؟ هسه شنو عندي هذا التمن خلص. اي والله تذكرت عزي اخابر بتقوي جبنا التمين، والله نسيت. يلا هسه شوي اقوم خابره خلي جبنا التمن ويوم. وشوفوا لي هنا الكارثه الصايره بينات هنا عندي هاي الخانه شو مخليه بيها؟ مخليه بيها الشغلات اللي اني يوميه استخدمها يوميه. شو اسمه، ليش ما واقع ايش واقع هذا الفحم والبخور من المبخرة هي واقع، كنت بخلي المبخرة هنا بس بيها الفحم وبيها البخور، وهذا مو كله صاير رماد. تعالي وقعي المبخرة وين بهاي السلة، وعادي مثلكم عدم الغراض، بس هاي الردة كلها ترتيب وكلها هاي التمسيح وهاي السوالف، بس دعيناكم انا متقاوانة هسه نعوف كل شي ورا ظهرنا وتعالوا نسولف بالجدان وياكم وبالبيبي تعرفوا مو بيدي. تعالوا اريد اسولف اليوم وياكن بشغله، وهاي الشغله اللي توصلني اني من خلال انتو الحلوات في ديتشن، اللي هو قلت متقود ايش قد مرتاحه، ايش قد فايخه، ايش قد يعني بحيث مسويني انه اني الوحيده بهذا العالم اضحك اسولف الشاقه اعيش حياتي. تعال خلي اقولك رساله صغيره، بركة انت تاخذيها وشويه تتعدلين من نفسيتك وتعيشين حياتك وما لك شغل بحياه غيرك، صح لو مو صحيح؟ صحيح. تعال ما خلي داني كم انت تعال. طبعا دائما نقول لكم المدثرات تجيني بنات يقوم تقوتش ما ادري ايش بين احنا مدثرات دنباوع عليك، مو ادري بيك يعني انا نازله بالليل اكيد مدثرات وقاعدات يم الصوبه، لو يمكن حبش كلاتيات لو دبس وراش وخبز، صح لو مو صح كلامي؟ كتبي بالتعليقات اذا صح كلامي. وتعالي ارجع على السالفه مالتي، انا هوايه احكي اضرب روحي. نصيحتي ما عليكم باحد، وعيشوا كل لحظه بحياتكم. شافوا مريض، ها انت مو مريض، ايش عندك تداوم، ايش عندك تطلع، ايش عندك تشتغل والى اخره. زين بلا زحمه، اذا قعدت انا بالبيت او انتي بالبيت راح تصرفون علي لو عليهم؟ اذا ما اطلع وغير جو انتوا راح تغيروا لي الجو وتطلعنا من الازمه اللي احنا بيها، مثلا جوز ضايجين ونريد نطلع براحتنا.
حتى لو تعبان، حتى لو مريض، حتى لو باقي بعمري ساعة واحدة وأموت، هم أطلع وأتونس وأشتغل وأعيش يومي، لأن بكل الأحوال هو وقت من عمري ودا يمشي. أتعب، أخذ استراحة كم يوم وبعدها أرجع أكمل، أنتكس، أكو أدوية يا أخي، أكو أدوية أخذها، تمام، ما بي حيل أقعد نعسانة أنامن، بس من بعدها أقوم أكمل باقي حياتي. بس إذا تبقون أنتوا بالبيت وحابسين روحكم وتلومون حظكم ومرضكم وتعبكم ومشاكلكم، إيش راح يتغير؟ صدقوني ما راح يتغير شيء. بالنهاية اللي الله كاتبه يصير. فعيشوا حياتكم، والناس وكلامهم خلوهم تحت شعار طنش تعش تنتعش. فهمتوني؟ وصلت يا دادة يا حلوة انت المدثرة؟ وصلت؟ وكان خلينها براسكن، عيشن حياتكن وما كان شغل بغيركن، لا اني اللي شغل بيكن ولا انت اللي كان شغل بيه. صح زين ما استحقت وجبتهم العيد هسه والله العظيم. بنات، بما انه اليوم الجو بارد اوكي ومطار وحياة حلوة ولطيفة، تمام، شنو رأيك نسوي مرقة عدس؟ وانا صراحة اسويها، يعني اول ترى حسويها ما يحتاج راح اخذ رأيك، اول ترى اللي مسويتها صراحة اليوم جاء على بالي مرقة عدس، هي ما داها وباللي يمكن راح اسوي مشوربة عدس حتى يطلقني لا والله اشتهينا مرقة عدس وتمن، وهو راح يجيب طرش وهاي السوالف هاي كلها وياه. واشتهيت طبعا تشريبه اشتهيته اليوم، يعني مو مرقة، فهمتوا علي؟ فإذا تشوفون اللحميات شوية هنا 3 اوكي، لين ادري بيهم لا تقاوي تاكل لحم ولا رؤى تاكل اللحم، وبس انا ابو تقاوي. هاي من الاخير خاف تجيني وحده وتقول لي شنو هاي جدريتك، ايش قد بخيله، ايش قد ما يا بدا حكيتي انطيك بلوك. المهم مرقة عدس اكيد كلكم تعرفون تسووها، ما يحتاج انه اشرحها اوكي. وصدق بتقاوي وهي راجعه من الامتحان ام صديقتها مودية كليتشة بيدها، فكانت كلش طيبة. صح العجينة تحسوا شوي بيها ملوحة اوكي، بس طيبة كلش طيبة، عاش تديها. هسه راح نعوف المرقة تتسبك على راحتها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما قلبي جاي والله كنت اخاف نايله جوعاني استغفر الله رب وتوب اليك، استغفر الله رب وتوب اليك صعب انا مسويه ذنوب بحياتي، وانا اكبر ذنب ذنبته بحياتي حرقة المن، والله العظيم بس حرقة المن ما ادري ليش، بس ان شاء الله ان شاء الله ما راح حرقة المن، لان هذا اكبر ذنب بحياتي مسويته والله العظيم، ان شاء الله ما حرقة المن ابد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خلوا روح شوي ولاك دم يصيحون. وهسه بدي اشر الملابس، صايرة ما اخلي ملابس كل وجبة بوجبتها، بس ما شاء الله عليهم اللي يقول ياكلون، يعني الله يقرض الملابس مثل ما قرض الديناصورات والله العظيم لين لعبن نفسي ايش قد اغسل ملابس كومة قيامة بنات. البارحة قريت تعليق وجذبني، تعالوا خلي اجذبكم وياي. هيات السؤال بنوتات، تقول لي حبيبتي متقاوي، انت عندك 2 بنات وزوجك هم يريد ولد، انا زوجي حبلت اول طفل ولد وهسه ثاني حمل بنيه، وزوجي ضاج مني يريد ولد، احبك متقاوي. هسه احنا ما لنا شغل بالازواج، كل من امنياته. اذا تريدين جواب على بتقاوي ما عنده هذا الشيء نهائيا، خلاص احنا مكتفين بتقى ورعا والحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. اما اذا زوج ضايج انه انت عندك حاليا بنيه، فانا عذريني على هاي الكلمه راح اقولها، انه زوجك ما عنده ثقافه دين ولا ثقافه فكر، ما اعرف يعني ما عنده ثقافه بين قوسين. ليش؟ انا اقولك ليش. اول شيء الاطفال هم من رب العالمين، احنا لا نخلق ايد ولا نخلق رجل ولا نخلق ما نخلق الانسان، هو الطفل رزقه من الله، هو هذا رزق بعد من الله، هو رب العالمين يعطيني اياه، يريد يعطينا بنيه، كوم بنات، كوم ولد، توم، ماكو بنيه ماكو ولد، يعني هو الرزق من الله.
إذا زوجك هسه ضايج لين بنية، جاوبي، قولي له إحنا ما خالقين شي، إحنا أهم شي تمامة الخلقة، أهم شي تمامة الخلقة وصحته وعافيته وصحتك انت وسلامتك أهم شي. صح لو مو صحيح؟ فانت تقدرين تجاوبينه بهاي الطريقة وتقولي له انه حرام هذا الشي علينا، باكر عقب ندخل جهنم اذا قابلنا رب العالمين شو نقول له؟ اذا هاي البنية تجي الدنيا وسمعت بهذا الكلام شو نقول لها؟ ما يصير، حرام. اما اذا على زوجي لا، احنا الحمد لله والشكر مكتفين بتقى ورؤى، الحمد لله والشكر وبس. ما عندنا احنا هذا الشيء مال نضوج اذا بنات هواي او نضوج اذا ولد هواي اذا ماكو مدري شنو. لا الحمد لله والشكر، اذا ولد واذا بنية ترى نفس الشيء، ما راح يختلفون بكل شيء، صدقين ما راح يختلفون. لا عباش يقولوا لك البنية مريحة وشلون مثل ما يقولون ما تأذيك مثل الولد. لا حبيبتي نفس الشيء، الولد هسه والبنية نفس الشيء صاروا، ماكو اختلاف بيناتهم. المهم هسه شفتوا، هذا هو جوابي إلك. شفتوا سويت الأكل، تغدينا الحمد لله والشكر. صار طبعا 6 العصر بالقرآن، 6 العصر صارت وإحنا بعدنا ما متغدين. فالمهم تغدينا على الظلمة، وراه شوي جابوا المولد كانوا بكتهم خالصين بنزين، وغسلت المواعين، اجت صليت كملت صلاتي ترترام. اجت هسه دا امتع نفسي، دا ارتب نفسي، دا اعيش حياتي اللي مثل ما يقولون حياتي العشرينية. انا حاليا عشرينية، حاليا عمري 28 سنة، فحابة انه اعيشها لحظة بلحظتها. حبيت اتكشخ. هذا سألتون عن هذا السوت بنات، هذا السوت من الهوري، من المجمع الذهبي اخذته، اوكي، وسعره 18,000. اي 18,000 هيك سعره، 18 20 هيك سعره، اوكي. فحبيت لبسه اليوم انه اريد اتكشخ بيه الصراحة. اما ضمته بالكنتور لان هيك طلعه، يعني من اطلع اذا اطلع بيكون ما يعني ما اقدر البسه واحد، تعرفونه يعني هو يعني سويته خاص مال البيت، اوكي. يعني من اريد اكشخ بالبيت البسه، مو كل شيء انه نشتريه زين انضمه، لا ما راح اضمه. حبيت اليوم انه اشوفكم نور، نور شو يسمونه، ميك اب ارتست. اليوم نور ميك اب ارتست وياكم. واو ميك اب ارتست، بشو ميك اب ارتست جايبيها من الشارجة. كوبي ميك اب ارتست، كوبي اني تقليد مو اصلي. حبيت انه اخلي اليوم مكياج، بس مكياج طبيعي ترى، مالتي مال مثل ما يقول مال هن باودر ابو التاج اللي مستحيل ابدله، لين جبت انواع الفونديشنات والاسعار والقرآن، وصلت الفونديشن ب50,000 جبته وما رهم الوجهي ابد، ما رهم لي يطلع حبوب، بس اخلي فونديشن تطلع حبوب بوجهي. بس باودر ابو التاج اللي يرهم البشرتي لو انام بيه، الباودر ابو التاج مستحيل يطلع لي حبايه وحده بوجهي. المهم حبيت اليوم انه اخلي شويه مكياج النفسي اكيد، يعني كود غير هو النفسي اكيد. هذا نوجد تحكين انتي. احب اشارك وياك هاي اللحظه، هي المفروض هاي اللحظه تكون خصوصيه الي، بس انا احب اشاركها وياك. ليش؟ انا اقولك، اغلب البنات اللي دا اقرا تعليقاتهم انه هن مئيسات من الحياه، انه هن متقوى، احنا حيل ضايجين، لا نطب ولا نطلع، حصر علينا نقول له طلعني سوى له عركه، حصر علينا وحصر علينا، وقاعدين بس بالبيت. حتى لو انا قاعده ببيتي اعيش ملكه، حتى لو انا قاعده ببيتي اعيش بسعاده، انا اصنعها لنفسي. تدرين ليش؟ واريد الكل يسمعها. أحقر الناس هم اللي يعيشون لحظاتهم السعيدة بالكتمان ويضموها، ولحظاتهم التعيسة والمملة والحزينة ينقلوها إلكم أو إلنا. إحنا لو نعيش على الحلو والمرة ونتشارك السعادة والحزن سوا، لو لا تشمرون طاقتكم السلبية علينا. هاي خليها مثل ما نقول ترتيب إذنك، إنه عيشي حياتك يا بنت الناس، عيشي حياتك، وجهك منتظرة. ايش منتظرة؟ العمر دا يركض وداعت هالحلويات هاي. نسيت اقولكن وابشركن، ولو نزلت شورتس اكيد الكل عرف، بس تقاوي نجحت الحمد لله والشكر، وشرطت على ابوها الشرط تجيب لي الحلويات بانواعها من شوكليت بارك، وجاب لها حتى الموطي، وجاب لها كل شو كلاش. طبعا اليوم على حساب تقاوي، اليوم احنا محتفلين على حساب تقاوي، بعد عندنا غيره. قامت الشرط لو تجيبوا لي قلم مال الايباد، لو تجيبوا لي الحلويات.
قلنا نعمل حلويات أرحم، عاد كنا ناكل، القلم ما موجود، هذا مال ايباد واحد اللي يكون ايباد وياه كامل. المهم، وأحلى قعدة وأحلى سهرة وأحلى لمة عائلة، وأتمناها لكم أكيد. يعني أتمنى إنه لا تخلون أي شيء ممكن يأذيكم أو يضايقكم أو تحسون دائما إنه أنتوا ما عندكم حل. بالعكس، جيب هاي الشغلات الحلوة ولم بيها عائلتي، حتى لو ما عندك انت قادرين تسوين بالبيت وتعيشين بيها احلى لحظات حياتك ويا اطفالك ويا زوجك ويا امك ويا اختك ويا كل الناس اللي وياك، صدقيني. اوكي، فهسه احنا شنو؟ انا والله عاجبني انه ابقى وياكم وعاجبني اسولف وياكم ابقى. بس خلاص وصلت وياكم نهاية الفيديو، ان شاء الله رب عجبكم. وشكرا لكل بنوتة باركت للتقاوي. شكرا لكم انه دائما تتمنوا لي الخير وتدعوا لي بالخير. فالكم بالمثل، الكل بنوتة تدعي لي، الكم بالمثل والله العظيم. احبكم كل شوي. بس طلعت مطيبة بنات مع الأسف، يعني طلعت ابد مطيبة، ما حبيت ابد، ما ادري شنو بداخلها، قمر مدري قشطة، ما حبيت ابد. انا صديقي هذا البانكيك والكريبويا، العشق مالاتي. بس اشوفكم بخير، باي باي.